خالي رزامر مقطع جديد. اوكي. يعني انا دائما ما تكمل عندي الفرحه. قبل كم يوم نزلت حلقه مال ترند المعدان، وفرحان وبتفاعلكم واشتراكاتكم اللي قاعد تصعد القناه شوي شوي، قاعد ابني بيها وبدون سابق انذار. جت الشركه تربج انطوني انذار الاول لانه انا قاعد اتنمر. بس المشكله انا شلون افهم الشركه انه انا قاعد اسوي رده فعل ما اتنمر؟ هي هاي المشكله. على العموم حضر بيبسيك شيبسك، اليوم راح اسوي ردة فعل وليس تنمر. جيب الانترو يا مدير. بعيدا عن الاغنيه والمخده والديكور، انا بس اريد اعرف انه انت قاعد ترقص لا تحضر جن. وبعيدا عن هذين الكلهن، يعني شنو هذين الملابس اللي قاعد انت تلبسهن؟ قاعد تتلمح على شيء؟ بس فهمني. لا، اول مشكله من احكي لا ذولاك جماعه يطلعوني مو خوش ادمي، فخلينا نشوف غير احسن لي. الكعبه بس الله تمام. اللي ما يعرف يا شباب، هذا فاتح بث على التيك توك، فداخل له واحد داعم قال له انه تكفر، بس بشرط تكفر انه انطاء اسم يكفر به على مود الدعم. فهذا البشر ابن الانسان نفذ الحكم مال الداعم، واللي يطخرك الاغلبيه التعاليق نفس الشيء، يعني عباره عن كفر بكفر. استغفر الله يا ربي. اخي انا ما اريد ابيع الديانات براسك واقول لك اني واني، لا، البثوث الوحد انه من تحكي بيهن تصعد تضحك تسولف، مو انه تصعد والله تنفذ حكم الداعم مثلا قال لك ايش تسوي على مود الدعم. لا، الشيء هذا غلط. على العموم انه اتمنى انه تغير محتواك وتغير اسلوبك، وهذا الشيء حرام، واتمنى لكم موفقيه. يلا خلينا نقوم نزلنا على غير فيديو. وعلي جابك يا ابن مشكلة ما اقدر ارد عليك. لا مروتش، كمليها الله عليك. تعال خليني احكي لكم قصتها وشنو معنات اللي حكيتها بالفيديو. هاي اسمها ارجوان، مشهورة على السوشيال ميديا على ذاك البرنامج اللي ما اقدر اذكر اسمه. وحدة صعدة وياها اسمها ملاك خليل. هاي كانت وياها تصعد على المنصات مال السوشيال ميديا، تصعد وياها بثوث دائما، فسوت وياها دقم والنواقص. يعني تخيل احنا الود احنا ما مسويها. يعني هاي ملاك خليل صادقت حبيبة ارجوان. شلون دقم والنواقص وعادي؟ يعني تخيلوا بهاي اللحظه انا جيت احكي وياكم، يعني انا تحديت روحي انه ما اضحك بهالحكي. فطلبات هذيك الصفحه ما نريد نحكي بيها لان ما راح تخلص، يوميه قصص ويوميه سوالف، والاغلبيه كلها اتفاقيه. بالاخير اخذوها من عندي كلها اتفاقيه. على العموم خلينا نشوف لنا غير فيديو. الفيلر لانه مهما كان الشغل ناجح، بس مرات من تشربين حار ولا تنامين على صفحه يتكتل. اول ايام لازم تسوي له هيك. صراحه انا اشوف هذا الفيديو وانا خايف من روحي. انا شنو قاعد يصير بالعالم؟ مستغرب. يعني الدنيا معقوله هيك بعدها؟ لو تغيرت، لو شنو اكو تحديثات معقوله؟ فانا اقول لك الله يبارك بيك، ونفاخين زياده في فشن من تنامين. خلينا نشوف انا غير فيديو ونختمها. اي واحد يجي يخابرني او يجي يريد يطلبني للزواج، الدولة ما تقبل. وش دخل الدولة بالموضوع على زواجك؟ هسه هي غير تقعد راحة. فيروز انتي، مولينيزا انتي، انتي منو انتي؟ فاهمين الخطر الناجف منو انتي؟ لازم اخذ اتصال ويا الحكومة وخذ اشوف شنو كلامهم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام صديق. هذا باكستاني. صديق هذا ليش ما يريد الزواج؟ شنو ليش حكومة ما يقبل؟ ولا صديق هذا نفر كذاب، كله نفر يجي شاب ما يريد زواج، كله يهرب بعيد. بس هي تقول هي الحكومة ما تقبل. ولا صديق هذا كله خوف نفر، كله شاب يخاف يهرب بعيد. ولا هذا نفر كذاب. الو همزين انسد اتصال. كان شتنا. هنا انهي الحلقه، ولا تنسى الاشتراك واللايك وشارك الحلقه مع صاحبك، واشوفكم مقطع جديد. كان وياكم رزايمر. يلا سد المقطع لك. عونا على هالقناه ولا تنسونا بلايك والاشتراك، وشوفوا اخر المقاطع. احبكم.